بجد احنا بقينا في وقت وفي زمن صعب جدا ان لقينا حد محترم وقافل على بابه وكاتم على اسراره نقول هو ليه بيعمل كده، وان طلع ونشر وعمل فضايح برضو ما يبقاش عاجبنا ونقول ليه الفضايح دي. تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي حصل لما استاذ رضا طلق مدام هناء صاحبة قناة مغتربة في فرنسا. تعالوا نشوف التفاصيل مع بعض في فيديو النهاردة. اهلا بيكم في قناتي توما ترند اليوتيوب. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتراك للقناة، دعمكم هيشجعني اني اكمل. طبعا كلنا عارفين مدام هناء صاحبة قناة مغتربة في فرنسا، وعارفين زوجها او طليقها الاستاذ رضا. من حوالي اسبوعين تم الطلاق والناس انفصلوا بكل هدوء. المتابعين يسكتوا؟ لا ما يسكتوش، نزلوا هجوم على استاذ رضا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ليه يا جماعه؟ ليه؟ هو عشان الراجل طلق في هدوء وما طلعش قال ده عشان 1 و2 و3 و4 وعمل فضايح زي ما ناس كتير بتعمل فضايح برضه نطلع نتحاسبن عليه؟ الراجل طلع وقال هي اللي طلبت الطلاق وانا لبت لها رغبتها في هدوء، لان مفيش راجل عنده كرامه هيقبل ان الست بتاعته تطلب منه الطلاق ويعيش معاها غصب عنها. والراجل قال ان هم حاولوا بدل المره 2 و3 ان هم بالبلدي كده يلصموا الحياه بس ما نفعش. طيب حصل الطلاق بهدوء والراجل محترم ما طلعش قال ولا اتكلم ولا فتح في اسراره واسرار حياته هو وزوجته السابقه، يبقى الراجل يحترم. ليه نطلع نحاسبن عليه؟ هو احنا عجبنا الفضايح اللي بيعملوها يوتيوبر تانيين لما هو يرد بفضيحه تروح هي رده بفضيحه، واللي يطلع فويسات واللي يطلع صور واللي يلقح كلام، وبرضه ما بيبقاش عاجبنا لان هو فعلا الوضع ما يعجبش حد، لان زي ما بيقولوا زي ما تربينا البيوت اسرار. يبقى لما نلاقي حد محترم كاتم على اسراره وقافل بابه على اسراره نطلع نتحاسبن عليه؟ اي زوج وزوجة في الدنيا بيبقى فيه بينهم اللي محدش يعلمه غير ربنا، كل واحد فيه تفاصيل في حياته من حقه انه يحتفظ بيها. لكن المتابع مش عاجبه لو طلع قالوا خبر الانفصال من غير تفاصيل نتحاسبن، لو طلعوا شرشحوا وبهدلوا بعض وفتحوا لبعض البيبان المقفلة كلها برضو مش عاجبنا. ليه يا جماعة؟ ليه؟ هو احنا خلاص تعودنا على الفضايح؟ بقى شيء غريب بالنسبة لنا ان احنا نشوف حد محترم مش عايز يقول اسراره؟ لا وطلعوا على دماغه. طب انت ليه سايب القناة باسمها لحد دلوقتي؟ الراجل طلع وقال من الفيديو ده هتشوفوه بعد ما نزله او قبل ما نزله اسم القناة هيتغير النهاردة وهيبقى يوميات رضا واولاده او رضا واولاده. حتى لو كان فضل سايب القناة بنفس الاسم، احنا ايه اللي يشغلنا في كده؟ احنا مالنا؟ يسيبها بنفس الاسم، يغير اسمها، ما يعمل لهاش اسم اصلا. دع الخلق للخالق. احنا لا المحترم سايبينه في حاله ولا اللي مش محترم سايبينه في حاله. ولا احنا خلاص اتعودنا على الفضايح، اتعودنا على الناس اللي بتطلع تنشر غسيلها كله قدام الدنيا كلها، ولو حد عدى كده ومر مرور الكرام بهدوء وبسلام وباحترام ما يعجبناش. يا ريت نرتقي شويه، يا ريت نفكر ان البيوت اسرار ومش لازم الناس تطلع تفتح دفترها كله قدامنا ونقعد نقرا براحتنا ونفصص، وبرده مش هيعجبنا لاننا هننتقد وهنقول لا ده في السطر الفلاني فيه كذا وفي السطر الفلاني فيه كذا. كم الحسبنه اللي نزل على الراجل غير طبيعي. الله المستعان. هما النصيب وقف بينهم لحد كده، يبقى خلاص مفيش داعي ان احنا نقعد نتحاسبن على الراجل عشان ما طلعش قال بقى وعاد وفتح في مواضيع وقال ده هي فيها وفيها وفيها، وهي طلعت قالت ده هو فيه وفيه وفيه. الناس انفصلوا بكل احترام وبكل رقي، والمفروض ان احنا نحترم ده. يا ريت تفكيرنا يتغير شويه ونتمنى للناس الخير، ما نتمناش ان احنا نشوف فضايح اكتر ما احنا شايفين، لان كفايه فضايح. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتراك للقناه، دعمكم هيشجعني اني اكمل، واستنوني في فيديو جديد مع توما ترند اليوتيوب.